أولا معنى البركة، حتى بقى كده دراسية عشان انتوا ناس خدام حلوين. البركة في العهد القديم غير البركة في العهد الجديد. البركة في العهد القديم أول معنى ليها عند الناس هي العمر الطويل. كلكم فاكرين الآية اللي بتقول إيه؟ أكرم أباك وأمك لكي إيه؟ تطول أيامك على الأرض. أصل بتوع العهد القديم they cannot understand enough the afterlife. All what they can understand this life. فاهمين؟ فعشان كده ربنا يوعدهم بإيه؟ بالعمر الطويل. ده بالنسبة لهم حاجة كبيرة قوي. وكان الموت كتير، المرض كان كتير. تاني بركة في العهد القديم هي العيال الكتير. وعشان كده تلاحظوا ان العاقر في العهد القديم كانت نفسيتها وحشة جدا، لان عندها اعتقاد ان مفيش بركة، ان ربنا غضبان عليه. فاهمين؟ هي ده الاعتقاد. وكانوا المبروكين قوي عيالهم يبقوا كتير قوي. عشان كده لما قال له ابونا ابراهيم أباركك، قال له إيه؟ يكون أولادك زي، يبص فوق يلاقي نجوم السماء، يبص على الأرض يلاقي إيه؟ رمل البحر. عشان يقول له أدي البركة. يبقى البركة expressed في number of children يعني. ثالث معنى للبركة الأرض. جماعة في الزمن ده كانت الأرض أهم حاجة. الأرض تطلع زرع، ساعات يحصل يجي جراد، يجي حشرات تاكل كل الحصاد. وكان زمان ما فيش غير الرعي والزراعة، ما كانش فيه صناعات في الزمن ده، فالزراعة دي كانت أهم حاجة. فالبركة كانوا يقيسوها بالحصاد. فيقول لك مثلا زرع إسحاق فحصد 100 ضعف. بصوا دي بركة، 100 ضعف بالنسبة للحقل اللي جنبه. فيبقى الأرض بتاعته بتطلع شغل غير أي أرض تاني، دي اسمها بركة. ولما تقروا في حاجة كده اسمها إصحاح البركات وإصحاح اللعنات في التوراة. ربنا بيقول لو هتمشوا معايا هديكوا العمر، هديكوا العيال، أخلي الأرض دايما تجيب خير كتير، يكفيكم ويغطيكم ويزيد. دي البركات. قدامها اللعنات. من اللعنات إيه؟ الأرض تزرعها ما تطلع لكش خير. أنا لسه بتكلم زمان كان ده التفكير الأساسي. البركة في العهد القديم كمان ريليتد للمشاكل. يعني إيه؟ تعيش حياتك في سلام، ما يجيلكش حروب، ما يجيلكش مصايب. دي البركة. طب في العهد الجديد، العهد الجديد طلعنا خطوة لفوق شوية. البركة في العهد الجديد بقت مينلي حاجة جوانية مش برانية. لأن احنا أكبر بركة في حياتنا إيه؟ ربنا سكن فينا، ربنا نفسه حط روحه فينا. فما بقتش البركات اللي فاتت included، بس ما بقتش فتفرق كتير. يعني في واحد ممكن يبقى في عز شبابه بيقول نفسي اروح السماء، يبقى مش فارق مع العمر الطويل. في واحد مش عاوز عيال، عاوز يترهبن، لأنه في حاجة more precious. فاهمين؟ فبركة العهد الجديد ممكن تبقى فيها الحاجات اللي فاتت، بس في حاجات أغلى. فساعات الواحد يستغنى، يقول لا مش مهم، خلي المشاكل، بس أنا عاوز سلام، عاوز فرح. فالبركة في العهد الجديد هي أكتر ثمر الروح. هي دي اللي يبان فيها قوي البركة، أو اللي بيسموه الآباء الامتلاء بالروح القدس. القديس مكاريوس الكبير يقول إيه؟ يقول هدف الحياة الروحية كله أن الإنسان يمتلئ بروح الله. يعني أقول لك بتصلي ليه؟ ما تقوليش عشان المشاكل تتحل، أنت بتصلي عشان الروح القدس يملاك، ساعتها كل حاجة هتمشي حلو. بتصوم ليه؟ عشان الروح القدس يملاك. بتقرأ الإنجيل ليه؟ عشان الروح القدس يملاك. بتخدم ليه؟ عشان الروح القدس يملاك. لما الروح القدس يملاك أنت بقيت الملكوت فيك، ملكوت الله داخلكم، خلاص أنت عندك كل حاجة. من بركات العهد الجديد أن الخدمة تزيد. يعني البركة بقى أنتوا كده ولاد ربنا، نفسكوا إيه؟ نفسكوا العالم كله يعرف المسيح. فالبركة أن خدمتك تكبر. خدمتك دي ملهاش علاقة بفلوسك، لا دي حاجة إيه؟ هذه كلها تزاد لكم. ولا العيال تبقى كتير، ما تفرقش 2 ولا 20. أنت اللي فارق معاك دلوقتي أن ناس كتيرة تعرف ربنا من خلالك، دي اسمها البركة. يبقى إضافة للبركات الأولى، ساعات احنا بنفكر زي اليهود، تزعلوش يعني، ساعات بنكون بنفكر
لسه يهود التفكير، تفكيرنا كله في العمر، العيال، الفلوس قصاد الأرض يعني، مش كده؟ وقلة المشاكل بس. لا حبيبي، يبقى أنت ما دخلتش لسه المسيحية، ما اتنقلتش للعهد الجديد. العهد الجديد بيقول لك حاجة أكبر من كده كتير قوي. ده ربنا هيبقى جواك، ربنا صاحب الأرض والسماء. فأنت بتتكلم في إيه؟ يبقى البركة بتاعت العهد الجديد أعلى.